دولة الإمارات قالت بريطانيا في 68 أنها ستخرج في المنطقة في 71، ورحم الله زايد تحرك في يومها وجمع دول الإمارات ودعا البحرين وقطر، ولو اتحدت ذاك اليوم على ماذا اختلفوا؟ يقال والله أعلم اختلفوا على أين تكون العاصمة أو على كيفية الرئاسة، ولكن انظروا إلى الوحدة ماذا فعلت في الإمارات، وانظروا إلى التخلف ماذا فعل بنا. ثم أقول للدول التي تظن أنها مستغنية عن هذه الوحدة في الخليج، نقول والله ليأتين الدور لكم واحد واحد، والله إن الحكام نقول لكم أنكم مسؤولون أمام الله عز وجل. يأتي الموت وكل حاكم أمام الله عز وجل، لا شرطة ولا حرس ولا أمن، كلهم سيلقى الله عز وجل واحد. وأول ما يسأل عن هذه الألوف وهذه الملايين في هذه الدولة، عندنا البترول وعندنا الخير، ولكن الحرص على المال يجب أن نستقوي مع بعضنا البعض، لا بل أن لا نفكر في الخليج فقط في ال6 دول. لماذا نحن نسبح بل نغرق في البترول، واليمن تحتضر وتتقاتل، والأردن تحتاج، ومصر تحتاج إلى قروض؟ لماذا لا نتقوى ببعضنا البعض؟ قسمنا أعداؤنا ورضينا بهذا التقسيم، ونقول لا بد من التدرج وأولها من الخليج.